أهلا بيك في الجزء السادس والأخير من كورس السبسز واللي هنتكلم فيه عن كيس سيناريو ونطبق فيها السبسس سكس بروتوكول. نفترض معانا عم متولي عنده 65 سنة، كان بيصيف في إبيزا. اللي مش عارف إبيزا فين، دي موجودة في أسبانيا. قعد هناك أسبوع، روق على حاله. عم متولي مريض كانسر لونج وماشي على اكتف تريتمنت، وهو في إبيزا جاله شوية سور ثروت مع شوية صعوبة في البلع. رقبته بدأت تورم شوية بشوية، بس قشطة عادي، بيتنفس وقادر يشرب والأمور تمام عادي، يعني دور برد يعني وهيروح لحاله. على ما رجعوا من الدنيا حرارته بدأت تزيد شوية، صعوبة في البلع أكتر وأكتر، شوية هلوسة. جالك المستشفى بيتكلم معاك بس الريسبيراتوري ريت بتاعه عالي شوية، وانت بتتكلم معاه بتحط ايدك على البولس تاكي. هتعمل ايه مع العيان ده؟ هنمشي معاه ABCD. ال A اللي هو الاير واي بيتنت، العيان بيتكلم معاك مفيش فيه اي مشكلة. بالنسبة للبي ريسبيراتوري ريت بتاعه كان 32، الاكسجين ساتوريشن بتاعه 91 على الروم اير، ايكوال chest رايزنج، مفيش ويزز مفيش كراكلز. هقف هنا لحظة، هتعمل ايه؟ مظبوط، هتديله الاكسجين. هتخسر حاجة؟ والله هو لونج كانسر، ممكن يكون تايب 2 respiratory failure. طيب طالما انا لسه مش متأكد ان هو تايب 2 ولا لأ، ساعتها اديله الاكسجين والتارجت بتاعنا الاكسجين يكون اكتر من 94%. والله بعد كده عملت ABG وطلع ان العيان مثلا بيريتين CO2، ساعتها ممكن ان انا اتارجت ال 88 ل 92، ولكن حاليا انا بتارجت 94 طالما انا مش عارف هو تايب 2 respiratory failure ولا لا. كده خلصنا البي، هندخل على السي. كابيلاري فيل تايم بتاعه 3، المفروض تكون اقل من 2. البلود بريشر بتاعه 88، الهارت ريت 120. هنقف هنا هنعمل ايه؟ هنركب اي في لاين، هنسحب البلودز بتاعتنا، الكالتشرز، اللاكتيت، هندي حاجه، ايوه هندي الفلويدز، هندي الانتيبيوتيك. بعد كده هندخل على الدي، هنشوف الاي في بي يو سكور بتاعه، هنلاقي ان هو بيرسبوند للفيربال، يعني هو مش اليرت. هنلاقي التمبريتشر بتاعته كانت 38، البلود شوجر بتاعه 8 ملي مول بير لتر. هتعمل حاجه؟ انا بالنسبه لي تمام، انا مش هعمل حاجه، بس انت لو هتعمل حاجه قول لي في الكومنتس، محتاج تظبط حاجه في دول. بعد كده بدخل على الاي، بعمل اكسبوجر، هلاقي ان الراجل رقبته ورمه شويه، unequally swollen warm to touch من ناحيه عن الناحيه التانيه. الليمف نود swollen برضه. فضولي بهدلني وقمت رحت منزل الماسك من على بقه وفتحت بقه بالتانج ديبريسور وببص لقيت ان في pharyngeal swelling موجود على ناحيه واحده بس. هبدا افكر في ايه؟ انا هفكر في حاجه زي الكوينسي او التونسيلايتس. هو الكوينسي ممكن يجي في عيان ويعمل له سيبسز؟ ممكن. ارجع لمفهوم السبسس، هو انفكشن حصل، جسمك بيرياكت بطريقه مبالغ فيها. عيان اميون كومبرومايز حصل له سبسس والسورس كان البريتونسيلر ابسس او الكوينزي. فوق السبسس ساكس بروتوكول اللي احنا عملناهم، محتاجين نعمل نيدل اسبريشن، محتاجين نفضي الابسس اللي موجود ده. ممكن اغير الانتيبيوتيك مثلا زي البنزايل بنسلين اي في بما انه في الجايد لاينز الحاله زي دي. يبقى كده عرفنا ان مهم ان احنا نعرف السورس بتاع الانفكشن، لانه وجهنا ان احنا محتاجين نعمل دريننج الابسس، ووجهنا ان احنا نغير الانتيبيوتيك حتى لو انا لسه مش معايا نتيجه للكالتشرز بتاعتي. وكده وصلنا لنهايه الجزء السادس والاخير من كورس السبسز. قولولي في الكومنتس لو الشرح عجبكم، وما تنساش تعملي لايك على الفيديو، ده هيشجعني اعمل شرح المواضيع تانية اكتر. ولو في مواضيع تانية حابين نتكلم فيها ابعتولي. سلام.